الكاتراز هو واحد الحبس اللي مبني على واحد الجزيره اللي داير بها الماء من كل جهه. الحبس اللي كانوا كيضربوا به المثل في العالم كله على انه اكثر حبس محصن في العالم في التاريخ، ومن كثره محاولات الهروب اللي وقعوا فيه حتى مره ما نجحت فيه شي عمليه من غير مره واحده. هي على جرى القصه اليوم. فبغيتك عزيزي المتفرج ولا عزيزتي المتفرجه تجيب شي دكه ديال القهوه ولا شي دكه ديال اتاي وتصنت معنا القصه. هذه القصه ممكن تكون سمعتها في شي بلاصه اخرى، ولكن هذه المره بالضبط غادي تسمعوا بتفاصيل جديده لاول مره غادي تسمعوا. السلام عليكم، معكم صلاح الدين، وكيف ما وعدتكم غادي نعاود لكم القصه ديال سجن الكاتراز والقصه ديال الهروب اللي وقعت فيه. هذه القصه وقعت عام 1962 ودابا دازت عليها اكثر من 60 سنه. يلا على بركه الله نبداو القصه ديالنا. اولا، علاش كتعتبر عمليه الهروب من سجن الكاتراز اقوى عمليه هروب دازت في التاريخ؟ السبب صديقي هو الاسطوره اللي كانت على هذا السجن المانع. هذا الحبس هذا جي تم الافتتاح ديالو سنه 1934 والمده ديال 28 عام حتى شي واحد ما قدر يهرب منه الا عام 1962، وبعدها بعام واحد تم الاغلاق ديال السجن في مره. اولا هو هذا الحبس هذا كاين في واحد الجزيره اللي مهجوره واللي المساحه ديالها 22 نقطه واللي بعيده على مدينه سان فرانسيسكو اكثر من 2 كيلومتر تقريبا. الجو ديال الجزيره بارد بزاف، ممكن توصل درجه الحراره ديال الماء من 0 درجه حتى ل 12 درجه مئويه، بالاضافه ان المواج ديالو قويه بزاف واللي السباحه فيه صعيبه بزاف ومستحيله. ومن فوق هذا الشيء كامل الاداره ديال السجن والسلطات ديال امريكا كامله كانت كتروج على انه كاينين المئات من اسماك القرش حول الجزيره، باش حتى الا فكر شي واحد انه يصبر لبروده المياه يتفكر بلي كاينين اسماك القرش ويتراجع على الفكره ديالو. من طبيعه الحال هذه المعلومه ما كانتش صحيحه بتاتا. الهدف من ترويج هذه الفكره هذه هو باش يخوفوا السجناء وما يخليو حتى شي واحد فيهم يفكر يهرب. قبل ما نبداو تفاصيل الهروب خلينا نتعرفوا شويه على دوك الهاربين الثلاث، او بالاصح السجناء باربعه اللي خططوا لهذا الهروب. 3 منهم نجحوا في تنفيذ الخطه ولكن الرابع ما قدرش لسبب غادي نعرفوه من بعد. السجين الاول والعقل المدبر لهذا الهروب التاريخ فرانك موري تزاد عام 1926 في مدينه واشنطن، وفي سن 11 عام دخلوه لدار الايتام من بعد ما تخلاو عليه والديه، وفي سن 13 شد على اول جريمه له، ومن بعدها جاو مجموعه من الجرائم بدايه من بيع المخدرات الى السطو المسلح. والغريب في الامر انه كان ذكي بزاف. تبقى للسجلات السجون اللي كان فيها معدل الذكاء ديالو 133 درجه اللي كتفوق المعدل العام ب 33 درجه، ونزيد كان محترف في الهروب من السجون، يقدر يهرب من بزاف ديال البلايص قبل ما يطيح في الكاتراز عام 1960. السجين الثاني والثالث واللي كانوا خوت جون وكلارنس واللي كانوا كيعيطوا لهم الاخوين انجلين. جون تزاد عام 1930 وكلارنس تزاد عام 1931. هاد جوج خوت تحكموا بزاف ديال الجرائم، منهم عمليات السرقه ديال السيارات ومنها السطو المسلح. دوزوا بزاف ديال الحباسات والاخير اليوم كان هو سجن الكاتراز من بعد ما حاولوا يهربوا من سجن اتلانتا. السجين الرابع واللي سميتو الن ويست واللي تزاد عام 1929 في مدينه نيويورك واللي تشد في الحبس اكثر من 20 مره، وفي عام 1955 تشد بتهمه ديال سرقه السيارات. تاول السجن ديال اتلانتا ومن بعدها نقلوه للسجن ديال فلوريدا، ومن بعد ما حاول يهرب من السجن ديال فلوريدا تم النقل ديالو لسجن الكاتراز عام 1959. هذه الفكره ديال الهروب السيادي جات من عند فرانك موريز، الشخص اللي ذكي بزاف كيف ما قلنا في الفيديو من قبل، ولكن الذكاء بوحدو ما كافيش، يخصك الجرأه والصبر وتخطيط دقيق بدون اخطاء. منين دخل فرانك الكاتراز هو كيبحث وكيقلب في كل زاويه وكيدرس كيفاش كيتحركوا الحراس ديال السجن وحتى المواد اللي ممكن يستعملها للهروب. ولكن فرانك كان عارف باللي ما يمكنش يدير هذه المهمه بوحده، كان ضروري خاصو شي شركاء اللي عندهم المهارات ويكملوا ليه الخطه ديالو. هنا فين تعرف على الاخوين انجلين. هاد الجوج خوت كانوا سباحين محترفين وكيعرفوا كيفاش يتعاملوا مع البحر. هذا الشيء مهم حيت البحر ديال سان فرانسيسكو معروف بالطيارات القاتله ديالو والبرد اللي تيجمد العظام. واخيرا كان معاهم السجين الرابع اللي سميتو الن ويست، الشخص اللي ما كانش ذكي بزاف ولكن عنده دور مهم في الحفر واخفاء الادله. كيف ما قلنا السجن كان محصن، ولكن فرانك والفرقه ديالو لقاو واحد الثغره واللي هي الفتحات ديال التهويه ديال الزنازل. الحلول تاع الحبس اللي كانوا ضعاف بزاف بسبب الرطوبه، فتحات التهويه اللي كانت ضعيفه. لاحظوا باللي كاين واحد الممر سري من وراء فتحات التهويه كيمر من وراء الزنازل، وهذا الشيء اللي خلاهم يعرفوا باللي ان الطريقه الوحيده للهروب هو يوسعوا هذوك الفتحات ديال التهويه ويقدروا يخرجوا منه. ولكن باش يوسعوا هذوك الفتحات ديال التهويه خاصهم ضروري ادوات للحفر. منين غادي يجيبوهم؟ غادي يقدروا يحفروا بلا ما يحس بهم حتى واحد. منين بداو العمليه كانوا عارفين بلي اي صوت صغير غادي يفضحوا، وهنا فين بدات وحده من اذكى التقنيات اللي قدروا يستعملوها. في كل ليله كان مسموح للسجناء باش يعزفوا من ساعه حتى لساعه وربع تقريبا، وهما كانوا كيستعملوا هذه الوقيته اللي كيعزفوا فيها السجناء
باش كل واحد فيهم يبدا الحفظ ملاعق الطعام. هذاك التراب اللي كان كيطيح فاش كانوا كيوسعوا الفتحات ديال التهويه كانوا كيجمعوه في جيابهم وكيديوه حتى تيكونوا بيدوشوا وكيطلقوه مع القرقاره ديال الماء باش هكذا ما يعيق بهم حتى واحد. هذا الشيء هذا كانوا كيديروه كل نهار لمده ديال 6 شهور متواصل، ولكن كان عندهم مشكل كبير. كيفاش غادي يغطيو هذوك الفتحات ديال التهويه اللي بداو كيوسعوا فيهم بلا ما يعيقوا بهم الحراس؟ هنا فين جاتهم اذكى خدع من بعد ما بداو الحفظ. خاصهم يغطيو الخدمه ديالهم حيت الحراس كيدوروا بشكل يومي، ولا شافوا شي تغيير ولو بسيط غادي يشكوا. الحل اللي وصلوا ليه هو استعمال الكرتون والصابون باش يصاوبوا شبكات تهويه مزوره مصبوغه بنفس اللون ديال الحيط ديالهم. كانوا كل نهار من بعد ما كيساليو الحفر كيردوا الشبكه المزوره بلاصه بهذه الطريقه حتى شي واحد ما شك فيهم. لكن باقي واحد المشكل، فاش غادي يهربوا بلايصهم غادي يبقاو خاويين وما خاصش الحراس يعرفوهم باللي خاويين بلايص باش تكمل العمليه ديال الهروب. وهنا فين جات اذكى فكره في هذه القصه ديالنا. باش يبانوا انهم مازال ناعسين في بلايصهم قرروا باش يصاوبوا رؤوس بشريه مزوره، وهنا فين كانت قمه ديال الابداع. شدوا الصابون والورق المقوى والشعر الحقيقي اللي يقدروا يسرقوه من عند الحلاق ديال الحبس. قدروا يرسموا الوجوه بدقه وحتى من النقاط ديال البشره قدروا يديروه باش يقدر يبان التاثير ديال الضوء على الوجه. كل ليله كانوا كيحطوا الراس المزور على اللساده وكيكملوا العمليه ديال الحفر ديالهم. الحراس فاش كيدوزوا كيشوفوا السجناء كيبانوا لهم ناعسين وكيدوزوا بلا ما يشكوا. السؤال المطروح هو واش غادي يقدروا يهربوا بلا مشاكل ولا لا؟ دابا وصلنا للصح. ليله الهروب 11 يونيو عام 1962 دقت ساعه الصفر مع 12 الليل بالضبط بداو كيحلوا هذوك الفتحات ديال التهويه وكيخرج كل واحد فيهم بصعوبه من الزنزانه ديالو. كان اول واحد خرج هو فرانك موريس ومن بعد تبعوه الاخوين انجلي. ولكن هنا وقعت الكارثه اللي ما كانوش ضاربين لها الحساب. الان ويست ما قدوش الوقت، الفتحه ديالو كانت مازال ضيقه، حاول انه يوسعها ولكن كان صعيب بزاف. بقى كيحاول حتى قدر يخرج، ولكن فاش خرج لقى الفرقه ديالو مشات وبقى بوحدو. بقى عنده خيار واحد، ويرجع الزنزانه ديالو ويتصرف على انه ما وقع والو وما كانش معاه. اما فرانك موريس والاخوين انجلين فكانوا كيجريو بسرعه في هذاك الممر السري حتى وصلوا لواحد السطح ونزلوا عبر انابيب المياه وهبطوا حتى للحافه ديال الجزيره. بقى لهم دابا مشكل واحد، هو كيفاش غادي يعبروا البحر. وكيف ما قلنا البحر فيه تيارات عاليه ومواج اللي كبير والبروده تحت من الصفر، وهو اللي غادي يكون اكبر عدو اليوم. فاش الفرقه ديال فرانك موريس قررت تهرب عرفوا باللي ان البحر غادي يكون اكبر مشكل وعائق لهم. تيار قوي، البرد كيجمد العظام، والمسافه كانت كبيره بين الجزيره واقرب نقطه لليابسه. السباحه شبه مستحيل. الحل الوحيد اللي يقدر ينقذهم هو شي قارب، ولكن كيفاش غادي يحصلوا على هذا القارب او بالاحرى كيفاش غادي يصاوبوه وهما وسط السجن وبلا ما يحس بهم حتى واحد؟ ولهذا حضروا واحد القارب مطاطي اللي مصنوع من 50 جاكيطه ديال البلاستيك. وهنا فين غادي يطرح لكم واحد السؤال، هو منين جابوا هذوك الجاكيطه باش غادي يصنعوا هذاك القارب؟ وفي وسط الحبس ديال الكاتراز كانوا الحباسه كيخدموا في ورشات، كاين ورشات تصاوبوا الملابس وورشات ديال الميكانيك. وفي وسط هذه الخدمه هذه كانوا كيحصلوا كل مره على ادوات اللي ما كانش خاصها توصل لايديهم. الاخوه انجلين بما انهم كانوا كيخدموا في الصباغه والتنظيف كانت عندهم الصلاحيه يدخلوا لبزاف ديال الاماكن اللي كانوا فيها معدات كثير. وهنا فين عرفوا ان الحبس كان عنده واحد الستوك كبير ديال هذوك الجاكيطات ديال النجاه اللي كانوا مصنوعين من البلاستيك، هذوك اللي كانوا تيكونوا في البواخر والقوارب اللي تيعاونوا بهم عباد الله الا كان غرق شي واحد، اللي كانوا كيستعملوهم في حالات طوارئ. ولكن شي وحدين منهم كانوا قدام وما بقاوش كيستعملوهم. ليكيب ديالنا بداو كيسرقوا هاد الجاكيطات هادو بشويه بشويه، وكل مره واحد فيهم فاش يبغي يمخرج الجاكيطات تيجيرها من تحت الملابس ديالو وتيتعال الزنزانه وكيخبيها تحت المونطه ديال البايص لان لا ما يحس بهم حتى واحد. النتيجه هو حصلوا على 50 جاكيطه، وهذا رقم كافي باش يبنيو قارب حقيقي. كيفاش صوبوا هذا القارب هذا؟ باش يبنيو سيادنا هذا القارب هذا كان خاصهم يقطعوا هذوك الجاكيطات ويعاودوا يخيطوهم ويلصقوهم مزيان باش ما يخليوش الماء يتسرب للداخل. ولكن المشكل الكبير هو ما كاين لا ابره لا خيط في هذا الحبس هذا. الحل هو استعملوا ابره اللي مصنوعه من مسمار ديال الحديد اللي خداوها من الورشه ديال الحداده، والخيط جابوه من الحوايج اللي كانوا سرقوا من المغسله ديال السجن. شدوا الجاكيطات وخيطوهم مزيان باش يديروا واحد السطح عازل اللي ما يخليش الماء يدخل. ولكن هادشي ما كافيش، كان خاصهم شي حاجه قويه اللي تخليهم يضمنوا ان القارب ديالهم ما غاديش يغرق وسط الماء. الحل اللي طاح عليهم هو غادي تخصهم الكولا في وسط الحبس. وكيف ما قلنا باللي كاينه واحد الورشه ديال النجاره واللي كانوا كيستعملوا هاد الكولا مجيده باش يلصقوا بها الاثاث. فرانك موريس والعقل المدبر ديال الهروب هذا قدروا يجيب واحد شويه من هذيك الكول وبداو يستعملوه باش يلصقوا هذوك الجاكيطات اللي كانوا مخرو وحده فوق من وحده ويضمنوا انها تبقى لاصقه وما تدخل حتى نقطه ديال الماء. خيطوا الاطراف ديال القارب مزيان بالابره والمسمار وزادوا طبقات مطاطيه من الجاكيطات ديال البلاستيك باش يضمنوا انهم غادي يقدروا يسلكوا. وهنا فين استعملوا واحد جوج اعمده خشبيه اللي غادي يستعملوهم من بعد كمجاديف
حيتاش كاينين تيارات قويه ولا ما كانش عندهم مجاديف ما غاديش يسلكوا. هنا غادي نرجعوا فاش هبطوا هذوك الانابيب وهبطوا للقنت ديال الجزائر، كان البحر كيبان مظلم تيخلع، حطوا القارب وبداو ينفخوه بالهواء، زربوا تبتوه بالخشب وكل واحد فيهم شد بلاصتو، ومع الساعه الوحده ونص ديال الصباح دفعوه وسط الماء. بداو المجاديف كتنزل بقوه كيجاهدوا ضد التيار وسط الظلام وبلا ما يعرفوا واش غادي ينجحوا ولا لا. وهنا فين اختفاو، ومن هذيك اللحظه ما بقى شافهم حتى واحد. واش سلكوا ولا لا؟ اللغز اللي باقي محير العالم حتى اليوم. السلطات كانت خرجت بواحد البلاغ بانه السجناء ماتوا وما يقدروش ينجاو في هذاك الجو. السلطات خرجت ببلاغ السجناء ديالنا غرقوا وما يمكنش ليهم ينجاو في هذا البحر. ولكن المشكله هما الجثث عمرها تلقات. العائله ديال الاخوه انجلين كانوا قالوا بلي توصلوا بواحد الصور ورسائل مشبوهه بعد سنوات فيها وجوه كتشبه الاخوه انجلين ولكن كبار في العمر. وفي 2013 خرجت رساله مجهوله كتقول ان جون انجلين مازال حي وعايش تحت واحد الهويه جديده، ولكن الحقيقه الله اللي عالم. نهاية أم بداية الأسطورة. يومنا هذا مازال هذا الهروب كيتعتبر من أعظم الألغاز اللي دازوا في التاريخ ديال الجريمة. واش فعلا نجحوا وعايشين في الظل والله البحر كان قوى منا؟ الحقيقة ما يعرفها غير البحر واللي كان شاهد على الهروب ديالهم والله تعالى. وفي الاخر ما تنساوش تكتبوا لنا في كومونتيرات كيف جاتكم القصة، واش بان لكم نتوما هادشي حقيقي ولا لا.